دايما هتلاقي الكمبيوتر بيتفوق في السرعة لانه بينفذ العمليات بشكل متوازي ودقة ثابتة. لكن في حاجة الانسان بيعملها ومفيش كمبيوتر في الدنيا بيقدر يعملها بنفس الشكل، وهي الفهم. دماغك بتقدر تربط معلومتين ملهمش علاقة ببعض وتطلع استنتاج، وده اسمه generalization. قدرة طبيعية عند البشر ولكن صعبة جدا على اي نظام رقمي. بمعنى اصح الكمبيوتر مش بيفهم، هو بينفذ، مش بيستنتج حاجة جديدة عليه، لا هو بينفذ القواعد اللي انت كتبتها له بالملي. علشان كده اي سيناريو جديد عليه او خارج الحسابات بيوقفه او بيتصرف غلط. حتى الذكاء الاصطناعي نفسه مع انه متدرب على ملايين من الداتا الضخمة، الا انه برضه في بعض الاوقات بيتصرف بغباء جدا وبيبدأ يهلوس، وده لانه بيحاول يتوقع من غير ما يفهم اللي انت بتقوله. الانسان ابطأ بس اذكى، الكمبيوتر اسرع بس امكانياته محدودة. وخليك عارف المبرمج الشاطر هو اللي يقدر يمكس ما بين سرعة الآلة وذكاء عقله. انا كوسايشتاين، تابعني لو نفسك تربي عبقري.